طيب احنا بقى دلوقتي هنتكلم مع بعض شوية بقى عن المدرب وعن مجلس الإدارة. طيب يا جماعة بتوع مجلس الإدارة، انتوا الهدف من التعاقد مع المدرب ده كان ايه؟ يعني كنتوا عاوزين تعملوا مثلا، يعني تبنوا مشروع، اه تجيبوا فرقة من الشباب الصغيرين، اه تعملوا مش عارف ايه، باصين من 3 4، يعني مثلا جايبين المدرب ده وبعدين هنحاسبه بعد 3 4 سنين نشوف عمل معانا ايه. ما اعتقدش ان ده كان السبب، لان انت لو كان كده ما كنتش جبت له لعيبه بالكميه دي وما جبتلوش لعيبه بالاسماء دي وبالفلوس دي. فدي ما نركنها على جنب. طيب انت وانت بتتعاقد معاه، كنت شايف في ايه؟ يعني ياخد السكواد ده ويكمل بيه، السكواد القوي ده. يعني انا اعتقد ان لو السكواد ده مع كولر كان طلع، كان عدى الشلاحات، كان راح في حتة تانية خالص. لكن انت جبت مدرب دلوقتي، اطلع على الاقل قول للجمهور يا جماعه، انا جايب المدرب ده وهستنى عليه سنه سنتين ثلاثه، عشان ده مثلا بيحب اللعيبه الصغيرين وهيجيب لنا لعيبه من الناشئين وهنشوف وهنعمل مش عارف ايه. وبرده ما اعتقدش ده انه ولا لعيب صغير طلع معاه من دلوقتي ولا حد خد فرصه خالص. بيبني الكرة من تحت، اسباني على عيني وعلى راسي. ماشي، بعدين استفدت انا ايه لما هو بيبني الكرة من تحت؟ انا ما عنديش لا اللعيبه ولا الملاعب، ولا عندي القدره ان اخلي لعيبه النادي الاهلي دلوقتي او اللاعب المصري عموما يعني يبدا الكوره من تحت زي لعيبه اوروبا. هتبقى بتتكلم دون المنطق لو انت بتفكر كده. اللعيبه في اوروبا والملاعب في اوروبا والشغل في اوروبا غير الشغل في مصر نهائي خالص. احنا عندنا لعيبه ما بتعرفش تباصي، وده كلام احنا مش مكسوفين نقوله. احنا ما عندناش لعيبه عندنا لعيبه كتير ما بتعرفش تباصي. عندنا لعيبه كتيره جدا مش عارفه المواقف يعني تقف صح ازاي في انه مركز بتاعها. ده لازم تبقى انت واضح فيه. فانت عاوز مدرب، يبقى انت تجيب مدرب يشيل السكواد ده، يطور من اللعيبه، يحاول يطلع باللعيبه من اقل، بيطلع بالسكواد اللي معاه ده او الشكل اللي معاه ده باقل الخسائر. لو نيجي نرجع لورا كده شويه ونفتكر فايلر لما كان جاي كان معاه سكواد اقل من ده بكتير. كان معاه سكواد اقل من ده يمكن الربع، ولكن عمل فرقه قويه جدا. كان بينزل لاي فرقه تاخد 3 4 متكتل ولا مش متكتل، كان بياخد 3 4. كان اقل ماتش كان بيبقى 3-0، كان اقل ماتش 3-0 ومعوش ربع السكواد ده. فاذا دلوقتي لما نيجي نتكلم مع بعض كده، انا لا هاجي على المدرب ولا هاجي على الاداره، انا بنتكلم مع بعض كوره. انت الراجل دلوقتي فشلت في انك تبدا الكوره من تحت. خلاص يبقى نغير الخطه، مش هنبدا نعيش بقى على ذكرياتك وحاجتك اللي انت متعلمها. لا، انا مش عيب في شخصك واقول له انت شخص هادي وان انت شخص ما بتتكلمش. لا ان دي سمات شخصيه مش هنقدر نغيرها فيك، خلاص هي دي حاجات موجوده فيك. لكن انا بتكلم كوره. ايه اللي يجبرني ان انا استحمل ريبيرو لحد دلوقتي؟ الفرقه النهارده لا بتبني كوره ولا بتضغط ولا بتقف ولا واقفه صح ولا اي حاجه صح، ولا حتى اختيار التشكيل كان صح. مش الماتش ده بس، واللي قبله واللي قبله واللي قبله. وعندي مشكله معاه تانية، وهي رد الفعل. كل المدربين اللي جم النادي الاهلي اللي نجحوا كان وهم مدربين رد الفعل. يعني مثلا لما كان يجي فيك جون في اول ماتش كنت بتلاقي اهلي مغاير، طك 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 طك، حتى لو انت خسران بتبدا، حتى لو اقل الخسائر انك تتعادل. لكن النهارده ريبيرو والماتش اللي فات واللي قبله واللي قبله واللي قبله ولا اي رد فعل، هو نفس الريتم ونفس السيستم ونفس كل حاجه. فانا مش عارف ايه الفكره ان احنا نستحمل ريبيرو لحد دلوقتي. طيب هنيجي نتكلم مع بعض برضو، ايه البدائل المتاحه، اللي موجوده حاليا. إيه عشان مثلا لو كنا هنمشيه مثلا، انا دي بقى ما اعرفهاش. لكن انا شايف ان السكواد ده بالفكره دي، بالريتم ده، بالستايل ده، بالاسماء دي، محتاجين مدرب قوي جدا. وانا من وجهة نظري والله اعلم بقى صح ولا غلط، لكن انا شايف فايلر هو الاصح والامكن من ناس كتيره جدا. الا بقى ان كنت انت بتفكر تجيب حاجه من بتاعه اوروبا بقى، من اللي بفلوس كتيره، يعني من اللي بفلوس كتيره قوي. ولكن برضو فكره الفشل والنجاح دي بتاعت ربنا، ومدربين كبار جدا واسماء كبيره فشلت في مصر، ومدربين قليلين واسمائهم صغيره زي فالر مثلا نجح جدا في مصر. ولكن دلوقتي لما تفكر تشوفها على ارض الواقع، انا شايف ان فايلر اصح واحد دلوقتي. عنده مشاكل شخصيه، عنده بقى اللي عنده انت عايز الكوره بس
تحاول بقى تحل معاه، تحاول تشوف مشاكله فين، تحاول بقى تجيب له بقى اسرته هنا، تجيب له مراته، تخلي مراته تشتغل، تنزلها تشتغل معاه بقى، لو حتى بارت تايم مثلا، تمسك له اي حاجه، ولكن تتصرف. لكن فكره بقى انك تجيب بقى مدرب تاني بقى، واصل درب درب بقى هنا سيرسي الليان، ودرب معرفش مين، وتجيب له لعيبه بملايين واحنا تحرق دمنا، انا شايف انها فكره مش صح بصراحه. انا شايف انها فكره مش صح. فاحنا دلوقتي نشوف ايه الصح. وخطيب الجمهور النهارده، وانا اول مره اشوف جمهور الاهلي كده بيهيج او بيشتم مدرب في وسط المدرجات. ولكن خلاص الناس زهقت. كاس العالم للانديه كنا المفروض فرطنا في ماتشات كتيره جدا. في كاس العالم للانديه كنا المفروض نطلع احسن من كده. يعني عندك ماتش بورتو، ماتش انتر ميامي، دي حاجات كلها معرفش احنا خسرناها ازاي او سيبناها ازاي او طلعت من ايدينا ازاي. فان شاء رب العالمين ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. ويا رب نشوف النهارده او بكره قرار يكون كويس من الاداره، ونشوف فعلا مدرب يليق بالنادي الاهلي ويليق بسكواد النادي الاهلي. معلش بقى طولت عليكم، ولكن انا كان في كلام كتير قوي، بس يعني الحمد لله خسرناه في الشويه دولت. ويا رب الفيديو يعجبكم.